حواريين من الشيعة. أولاد الحواريين، الحواري عيسى عليه السلام، كما يعتقد به الشيعة الإمامية. إذن هل نقول هذا شيعي؟ لا، ما نقول شيعي. أحسنت. شنو اسم الشخص؟ حسن سيدنا، شنو اسم الشخص؟ سيد هذا ولد قبل الإمام مهدي بسنين، يعني مو جابها من طريق الشيعة. نعم. لابد أنه الإنجليزي راح يقول كله علق رقم 1. نيو مسلم تفضل. نيو مسلم 00. وين هو طالب؟ اطلب قست اخويا. ما هو ده يقول شو وقت نحصل على كلمه مع السيد مع الحاج واحد، بس على ما ادري هو يبي حجي واحد الخاص. خلينا نسمعه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك؟ الله يبارك فيك ويحميك. حييك الله. الله يبارك. سوري أنت؟ لا أنا فلسطيني. فلسطيني، كل الشرف أن حبيبي. ما شاء الله. الآن في فلسطين الآراء بدأت تتجه إلى مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، صحيح ولا أنا غلط؟ صحيح. طيب بس بدي أقول لك شيء، أنا يعني ما بعرف إذا في وقت حتى أحكي القصة. ايه ليش نعطل كل شيء على مود نسمع قصتك، بس انا اريد اول شيء اشوف انه انت الان وصلت الى قناعة بان خلافة امير المؤمنين عليه السلام هي الخلافة الحقة، وان خلافة الاخرين خلافة باطلة، صح؟ طبعا. يا الله. الان اقدر اعرف الأحق بالخلافة هو الامير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. كرم الله وجهه. الله يبارك فيك. اقدر اعرف الاسم الكريم لو صعبه او تعطيني اسم؟ انا اريد ما بدي، لانه في امور شخصيه، يعني احنا عشاير. طيب ابو فلان مثلا او كذا. ابو عبد الله. ابو عبد الله. اي الان ابو عبد الله. اخواني اريد يصلون على محمد وال محمد. الان اخو عبد الله راح يعلن تشيعه. صل على محمد وال محمد. صلي على يا الله. اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم تقبله في الصالحين يا ارحم الراحمين. اللهم اكتب له ولنا هذا الاجر بحق محمد وال محمد وانصر الأخوة هناك في فلسطين نصرا عاجلا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الآن نستمع إلى ما هي الظروف التي قادت الأخ الكريم، ثم بعد ذلك يلقنه السيد ميثم الموسوي الشهادات الثلاث. فليتفضل الأخ. بس خليك معي يعني. نعم. جاوب معي. أنا فلسطيني، بس أنا من سكان لبنان. يعني أنا خلقان بلبنان وربيان بلبنان، بس هلا أنا مش عايش لا بلبنان ولا بفلسطين ولا يعني بدولة يعني ما حدا بده يعرف فيها. إيه، فأنا كنت صغير، يعني مش صغير، يعني كنت عمري شي 20 سنة. أنا حلمت حلم ما بعرف إذا بتفسر لي أو ما بعرف إذا بتفسر. إنه كنت نايم أنا وإجا حدا فتح الباب علي، كان لابس كفيه أو شال ما بعرف شو بيقولوا له أنتم، لونه خضراء، وفتح علي الباب وطلع فيي ورجع فال. هيدي يعني حكي يعني من 20 سنة. نعم. وبعدها معلقة براسي يعني. ففي ناس قالوا لي إنه هذا الإمام علي، وفي ناس قالوا لي إنه هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فمرقت أنا بظروف، يعني أنا فتت بأزمة، يعني ما بدي أذكر شيء. فرب العالمين يعني هو اللي ساقني لهذا الموضوع. أول شيء كان يقولوا لنا إنه الشيعة هن اللي بيزوروا، هن اللي بيقولوا القرآن محرف، هن اللي بيسبوا الصحابة، يعني الليستة اللي كنا يعني نسمعها من زمان. فأنا مرة هيك يعني شفت، كنت عم بحضر أنا هيك يعني، وما بعرف هيدا وليد إسماعيل يعني. يعني كان عم بيحكي ما بعرف مع مين، مش متذكر. فأنا لما طرح قصة غزية الخميس أنا ما كنت بعرفها.
فلما انا رحت انا قرات ودورت قلت لا في شيء مش مضبوط. فرجعت رحت بحثت انا عن غدير خم وجبت كتب، ويعني في ناس يمكن ما تصدق هاي اللي عم بحكيه، بس انا هذا اللي صار فيه من سنه ونص وانا عم ببحث يعني، وما في شيء يعني انه لحتى كذب فيه. اللي بده يصدق يصدق، ما بده هو حر. انا قدام الله بحكي الحقيقه. سنت. فانا جبت الكتب وجبت بخاري وجبت كل يعني في شيء غلط، في شيء مش مضبوط يعني كيف الشخص بهين الرسول قدام الجميع؟ يعني كيف واحد ما رب العالمين بيقول الذين يؤذون الله الذين يؤذون الرسول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. نعم. طيب ما هو قال له ما باله يعني ما باله يهجر، ما غلبه الوجع. نعم. فأنا استغربت من الموضوع. ولما أنا كمان في قصة إسلام عمر بن الخطاب، وكلمة يهجر قيلت هجر ويهجر، ويهجر معناه أنه ذهب العقل، يعني يهذي يخرف، يعني هذا المعنى. نعم. أكيد يعني لما واحد هلا يعني ما عادش بيعرف يكتب أو يكتب، هيدا بيقولوا مثل يهزي يعني نعم. لأنه ضيع. وكان يحكوا لنا أنه يعني أنا متعلم بمدرسة يعني بتعرف أنت سنية، وبيقولوا إنه عمر بن الخطاب هو بطل وقبضاي وبيروح وبيضرب وبيعمل. رحت أنا لما قرأت أنا يعني الرواية المضبوطة اللي بيقولوا لنا إياها هي خرافي، يعني مثل تعيد ألف وليلة وليلة. قال بفوت بيضرب أخته كف وبيقول لها أنا أسلمت. لما قرأت أنا إنه أسلم وكان خايف، وحتى إجا عمر بن والله نسيت عمر بن العاص ولا ما بعرف مين، إجا طلعه من البيت، يعني كان خايف. وكل الرايات اللي كان يحملها كله علي بن أبي طالب. يعني أنا شفت كتير قصص، يعني أنا ما مش حافظهم، يعني أنا يعني هذا الحكي اللي مرق علي 6 أشهر يعني، وأنا كل من 6 أشهر أنا كنت بدي أطلع معك أو وأحكي لك القصة، بس رجع في شيء كان يقول لي لا ما تطلع، يعني متردد يعني لأمور كتير يعني بتخصني أنا وبتخص عائلتي وبتخص كتير قصص، وفي شيء ما بعرف كان يمسكني يقول لي ما تطلع. يا الله. فسبحان الله هلا هيك الله اعطاني القوه، قلت خلص لازم اطلع واحكي. يا الله. يا الله. يعني قلت خلي بلكي حدا يستفيد، ويمكن العالم ما بتصدق، لانه انا شفت انه كتير يعني يعني مع احترامي لعلماء السنه، انا ما بكذب يعني، ما في واحد فات براسي، كلهم عندهم شيء ناقص، يعني بيجي بيلف وبيدور بيلف ويدور، واخر شيء ما في نتيجه. يعني كذا شخص انا يعني ما تترقع، يعني السالفه ما تترقع. مش قصه ما تترقع، القصه انه ما يعطيني الشغله اليقينيه. يعني كلهم بيقولوا انه يعني بتروح عند واحد بيحكي قصه جديده والثاني بيقول قصه جديده، يعني ما في راي واحد، هيدا بيقول حرام وهيدا بيقول حلال وهيدا بيقول لا. طيب ليش نحن ما بنروح عن اهل البيت وهن مش هن العترة الطاهرة نسألهم، إذا ما لقينا منروح مندور على شيخ. فأنا كتير يعني أنا مرقت كتير بظروف لحتى إنه سبحان الله يعني لقيت إنه لازم الواحد يفكر ويترك هودي العلماء الضالين، هودي على باب جهنم كلهم. يا الله يا الله هودي كلهم. يعني أنا وبعدين أنا كمان قصة غزة كتير غيرتني. يعني أنا شخص كنت عايش بين سنة وشيعة ومسيحية، وأنا بحترم الجميع، يعني أنا ما عندي كراهية لا هيدا ولا هيدا ولا هيدا، مع إنه أنا فلسطيني. بس الفلسطيني اللي بلبنان أكتر الناس اللي بيساعدوا الفلسطينيين بلبنان هم الشيعة. يعني أنا صارت معي كتير قصص وما شفت، يعني السنة ما في، يعني الصراحة بيكرهونا. أنا بقول لك إياها، هلا مش كلهم، هلا في ناس بتحبنا وهيك، بس أنا عم بحكيك كتجربة. يعني أكتر ناس
يعني هن قديش كانوا يعبونا براسنا انه الشيعة مش مناح، وانه هن بيسبوا السيدة عائشة وبيسبوا الصحابة وبيسبوا. فما كانت تفوت انا ببالي هيدي. كنت شوفهم كلهم عندهم اخلاق ويعني ومربيين. هلا في ناس انه مش منيحة يعني، بس يعني بكل مطرح في هيك، بس الاكثريه انه هن عندهم اخلاق وانه مربيين، وبتحسهم انه عندهم يعني علم، وما عندهم يعني نعرات. يعني انه واحد بيسب، يعني هن بيجي بيقولوا لنا، كانوا يقولوا لنا انه الشيعة بتسب الصحابة. انا عشت مع الشيعة، ما شفت يوم واحد قال سب الصحابة او سب اي شخصية يعني بتمس بعرض النبي. يعني في ناس هلا انا بس انا الاكثريه اللي بعرفهم ما بيسبوهم. نحن هنا في البرنامج لا ننشر ثقافة السب ولا مصادرة الطرف الآخر، ونحرص على نشر المحبة والأخوة بين المسلمين على مظلة الحقيقة والحق. فما أدري إذا أنت متابع البرنامج ومتابع أقوال. متابعك من فترة أنا. يا الله. وحتى على اليوتيوب أنا بيجي بسمعك، وأنا يعني كيف بدي أقول لك، يعني الصراحة يعني في شغلات يعني يعني مش قصة أهلي، يعني قرايبيني ولاد عمي وهيك يعني، فهني عندهم نعرات من قصة الشيعة وقصة هيك، مع إنه هني يعني حافظين مثل ما حفظونا لنا، ونحن قصة يعني مثل عشاير، يعني أنت بتعرف شو قصة. طيب الآن وصلت إلى قناعة تامة وبقلب مطمئن إلى أنه الآن تعلنها صرخة مدوية بالولاء لأمير المؤمنين عليه السلام والبراءة من أعدائه؟ والله أتبرأ من كل أعدائي. يا الله. الآن أخواني السيد ميثم الموسوي يلقنه الشهادات الثلاثة. وين حرية التعبير أو الأخ؟ صلوا على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخواني توجهوا إلى الله تبارك وتعالى. لحظات إعلان المستبصر للتشيع هي لحظات فيها أبواب السماء مفتحة إن شاء الله تبارك وتعالى. القضية ليست بالقضية السهلة. والآن الأخ أبو عبد الله يعلن تشيعه بأن يلقنه السيد الحبيب الشهادة الثلاثة. نتوكل على الله سيدنا. يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الأولين والآخرين. حياك الله أخونا العزيز أبو عبد الله. تسمعني إن شاء الله أخونا الكريم؟ إيه عم بسمع، بس مش شايف أنا مين عم بيحكي. سيد ميثم الموسوي. راسي. طيب. والله اسلم راسك حبيبي، الله يبارك فيك ويحفظك ويوفقك إن شاء الله. طيب أخونا العزيز، قل معي: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن عليا وفاطمة. وأشهد أن عليا وفاطمة وأبناءهم المعصومين. يا الله. وأبناءه المعصومين. بالحق حجج الله. بالحق حجج الله. أتولاهم وأبرأ إلى الله من أعدائهم. يا الله. أتولاهم وأبرأ إلى الله من أعدائهم. اللهم لا تفرق بيني وبينهم. اللهم لا تفرق بيني وبينهم طرفة عين في الدنيا ولا في الآخرة. طرفة عين في الدنيا والآخرة. بفضلك وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وآل محمد بقدر أنفاس أرض فلسطين وسكان فلسطين والأرض جميعا وأكثر. اللهم صل على محمد وآل محمد بقدر حبات رمل فلسطين. اللهم ارحم والديه يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم بطن حملته يا أرحم الراحمين.
اللهم إن عبدك وابن عبدك وفد إليك بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم فتقبله بالقبول الحسن يا أرحم الراحمين، اجعله من أنصار أمير المؤمنين عليه السلام، وانصر به وانصرنا باستبصاره يا أرحم الراحمين. الأخوة الذين وقفوا معنا ويشاهدون هذا الإنجاز وهذه الإنجازات، اللهم وفقهم للخير يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الخير من بين يدي الأخ أبو عبد الله ومن خلفه يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجه ومن يعول والعائلة الكريمة من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنه يا أرحم الراحمين. اللهم احشره ووالديه في رحال محمد وآل محمد. اللهم اسقه ووالديه والمستمعين والمشاهدين شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا من يد أمير المؤمنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله، سيدتي يا زهراء، يا الله، هذه بضاعتنا يا زهراء، هذه بضاعتنا يا زهراء، سجليها لنا يوم نلقاكم سيدتي. هذا الرجل قد تابع هذه القناة واستقر على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم اجعله شفيعا لنا. أنا أعتقد أن المستبصر يشفع، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم نلقاكم. اللهم إنه وفد إلى ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بقلب منفتح، اللهم تقبله بالقبول الحسن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله يا الله يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد والأئمة الميامين من آله وسلم اللهم تسليما كثيرا. وصلوا على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. هنيئا لك أخونا، والله يبيض وجهك والله يفرح قلبك، وتذكر أنك أعلنت هذا الأمر ونحن في عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. هنالك الكثير من الجموع المليونية الآن تذهب إلى الحسين عليه السلام، وأنت عقدت القلب وذهبت إلى حيث أم الحسين عليه السلام في ساحة الرضا الإلهي. اللهم تقبل منه يا أرحم الراحمين. الله يرحم البطن اللي حملتك. أخونا أنا أوصيك اليوم بالله عليك بعد أن ينتهي البث تغتسل، تنوي إلى الله تبارك وتعالى، تصلي ركعتين وتغتسل من الآن، تبدأ عبادات. طبعا يا ريت لو تراسل الأخ أبو كريم أو حرية التعبير يعطيك رقم سيد ميثم من أجل الصلاة. تغتسل بنية الطهر والقربة إلى الله، يعني عندما تريد أن تذهب إلى الحمام مو شرط تقول، وإنما تعقد الطهر والإقبال على الله تبارك وتعالى بهذا الجسد الطيب إن شاء الله، وتصب الماء على أم الرأس هنا ويستوعب كامل الجسد، ثم على الجانب الأيمن وكامل الجسد، وترفع قدميك حتى تكون أسفل القدم، ثم الجانب الأيسر، ثم تقبل على الله تبارك وتعالى وتصلي ركعتين فيها القربة لله تبارك وتعالى. تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أصلي ركعتين قربة لله تبارك وتعالى، وتقرأ الحمد وسورة قصيرة قل هو الله أحد، ثم الحمد وإنا أعطيناك الكوثر أو إنا أنزلناه في ليلة القدر، زين. ثم بعد ذلك تسلم وتتشهد وتسلم وتخرج بتسليم من الصلاة. ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى سيريك إن شاء الله الخير الكثير بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. هنيئا لك، وأسأل الله أن مداخلة مع الأخ. تفضل. مداخلة مع الأخ. تفضل. أني الحمد لله حاج وعد، كل ما يتشيع معنا شخص أو يستبصر مع الكلمة أني أوصيه وصية
اعلم يا أخي، أنت يوم وليت محمد وآل محمد أنت لم تتشيع لا الأم جعفر ولا الحاج وعد ولا الغيره، صح له لا حاج وعد كلامنا؟ صح. أنت أخوي لازم تعرف تميز إنه نحن الشيعة الإمامية الاثنا عشرية لا نغالي في محمد وآل محمد، هم عباد من عباد الله، صحيح أخوي، ونحن لا نعتقد أن زوجة نبي حاشاهم أنها فعلت فاحشة، وأن القرآن غير محرف، وأن لا تستمع لكلام المغالين، وأن تبحث إن شاء الله، وأن تختار المرجع الذي أنت سوف تقلده وتتبعه ويتابع القناة. أنا أقول لك إياها بالعامية، وتابع القناة. أنت راح من تابع القناة الحاج وعد راح تميز بين الصالح والطالح. أخوي أنت هنا أنا بالعامية أقول لك إياها، دبها براس عالم واطلع منها سالم حتى تقبل منك صلاتك وأعمالك. نحن لا نقلد في العقيدة ولكن نقلد في الفقه، فهذا أخوي الله يرضى عليك. أتمنى من عندك تابع القناة، والأخ أبو كريم والسيد ميتم إن شاء الله تتواصل وياهم. أي معلومة أي شبهة ممكن جات ببالك الإنسان بعده جديد على المذهب، بعده جديد على العقيدة، ممكن ترمي لك شبهة تيجي تسأل هنا بالقناة، وكن على يقين راح تاخذ الجواب الكافي اللي راح يتلج صدرك. الله يرحم والديك ويكتبها لك يا أم جعفر أن أنت نبهتينا. وأخواني إحنا ما نعرف الآن، هم يتابعون القناة، الأخ يتابع ويقول ترددت في المرة الأولى في الثانية، لكن اليوم عقد النية أنه يستمع، وهنالك الآلاف ممن يستمعون لكم، فجزا الله خير الجزاء كل من وقف معنا في هذه القناة، دعمنا بالأموال حتى تتطور القناة تكثر هذه الأصوات، صوت الأخ أبو عبد الله بهذه الفرحة وإدخال السرور في قلب الزهراء عليه السلام. أقول لكم جزاكم الله خير الجزاء، واستودعكم الله، وملتقانا يوم غد. استودعكم الله. شكرا للأستاذ عمار وكل الأخوة. في أمان الله. في أمان الله ورعايته. في أمان الله. الله يبارك فيكم ويحميكم من كل سوء إن شاء الله. يا من أنكرت من آياتي أبي حسن ما لا إنكار، إن كنت لجالك